بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. تحليل النصوص للدكتور بكراوي والدكتور موفق. محاضرة وتطبيق. منهجية تحليل النصوص القانونية. المنهجية هي مجموعة من القواعد التي تسمح بتعلم تقنيات علم ما. خصائص المنهجية: الملاحظة العلمية، الموضوعية العلمية، الأمانة العلمية، والمنهج العلمي. مفهوم النص القانوني: النص لغة هو ما ظهر من الشيء المقروء. النص القانوني في مفهومه الضيق هو القاعدة القانونية. خصائص القاعدة القانونية: تحكم سلوك الفرد في الجماعة، عامة ومجردة، ملزمة. أنواع القاعدة القانونية من حيث طبيعتها ومن حيث موضوعها. من حيث طبيعتها: قاعدة قانونية آمرة وقاعدة قانونية مكملة. من حيث موضوعها: القانون الخاص والقانون العام والقانون الدولي العام. لاحظ معي جيدا. أنواع القاعدة القانونية من حيث موضوعها: إلى قانون خاص. القانون الخاص: المدني، قانون تجاري، قانون البحري، قانون العمل، قانون الأسرة، قانون الدولي الخاص. أما القانون العام فهو القانون الدولي العام، القانون الدستوري، القانون الجنائي، القانون الإداري، وقانون الوظيفة العامة. القانون العام هذا. نقلب الصفحة. صفحة 2. مصادر القاعدة القانونية: التشريع، قانون حمورابي، وقانون الألواح الاثني عشر. هذا هو مصدر القاعدة القانونية: تشريع، قانون حمورابي، وقانون الألواح الاثني عشر. الدستور، المعاهدات، القانون العضوي، القانون العادي، قانون زي الأمر والمرسوم والتشريعي كذلك. قانون والأمر والمرسوم والتشريعي، هذه كلها قانون عادية. التشريع الفرعي واللائحة. مبادئ الشريعة: ما هي مبادئ الشريعة في التشريع؟ القرآن الكريم، السنة، الإجماع والقياس والعرف. أنواع التفسير: التفسير توضيح ما أبهم من ألفاظ التشريع. أنواعه: تفسير التشريعي، تفسير القضائي، والتفسير الفقهي. مدارس التفسير: مدرسة الشرح على المتون، تقنين نابليون 1804 بفرنسا، قدسوه وركزوا على شرحه متنا. المدرسة التاريخية الاجتماعية: ينكرون تفسير القانون حسب مشرعه، بل حسب تطور المجتمع دون النظر إلى تاريخه. مدرسة البحث العلمي الحر للتفسير: يجب معرفة إرادة المشرع أثناء نشوء القانون. موقف المشرع الجزائري من المدارس الثلاثة. المادة 1 من القانون المدني الجزائري: فإذا لم يجد القاضي نصا لجأ إلى الشريعة ثم إلى العرف، وهذا تأثر بمدرسة البحث العلمي. ننتقل في قراءة الصفحة 3. طرق التفسير: تفسير النص السليم من ألفاظه دون التأويلات، بل التقيد بألفاظه وإشارته ودلالاته بمفهوم الموافقة أو مفهوم المخالفة فقط. 2. تفسير النص المعيب الذي فيه خطأ، غموض، عيب، تعارض. الخطأ المادي في كتابته فقط. الخطأ المعنوي: المادة 22 من القانون المدني، الجنسية حقيقية، هنا خطأ في المعنى.
الغموض استخدام عبارات حمالة استعمال أو استخدام عبارات حمالة أوجه ككلمة الليل في القانون المدني، لها وجهان. النقص المادة 124 القانون المدني: كل عمل أيا كان يرتكبه المرء. أسقطوا ونقصوا كلمة بخطئه. كل عمل أيا كان يرتكبه المرء بخطئه. تعارض الأحكام: ماذا نفعل إذا تعارضت الأحكام؟ المادة 42 والمادة 43. المعتوه مرة ناقص الأهلية ومرة فاقد الأهلية، وهنا تناقض بين المادتين. مراحل تحليل القاعدة القانونية. المرحلة التحضيرية: مرحلة التعرف على النص بقراءته بتمعن وفهمه بدقة شكلا ومضمونا. شكلا: هوية النص، درجته، تاريخه، تعديلاته. بنية النص زائد غاية النص. موضوعا: مناقشة النص وتقويمه. تقويم النص من الجهة القانونية: هل متوافقة مع المبادئ العامة للقانون أم لا؟ تقويم النص من الجهة غير القانونية: العدالة، الإنصاف، الاستقرار الاجتماعي. هل توافق هذا النص يوافق العدالة والإنصاف والاستقرار الاجتماعي؟ فمثلا العفو الاجتماعي فهو يمس بمبدأ العدالة الذي يصدره رئيس الجمهورية كل مناسبة. صفحة 4: الحكم أو القرار القضائي. الحكم هو القرار الصادر من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا ومختصة. الفرق بين الحكم والقرار: الحكم صادر عن محكمة ابتدائية، القرار صادر عن مجلس قضاء أو محكمة عليا. أنواع الأحكام والقرارات قضائية: الأحكام الحضورية: يكفي الحضور أو بوكالة أو حضور المحامي. الأحكام الغيابية: المادة 292 من قانون الإجراءات المدنية يعتبر حكما غيابيا إذا لم يحضره المحامي. الأحكام الحضورية الاعتبارية: هذه أنواع الأحكام. الأحكام الفاصلة في الموضوع: الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع هو الحكم الآمر بإجراء تحقيق. مكونات الحكم أو القرار: الجوانب الشكلية. مكونات الحكم أو القرار: الجوانب الشكلية. يجب أن يشمل الحكم 4 أمور: الديباجة، الوقائع، الحيثيات، والمنطق. الديباجة: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باسم الشعب، اسم القضاة من كذا. الوقائع هي تلخيص للخصومة ووصف للمنازعات ودفاعهم. الحيثيات هو التعليل والتسبيب، هو ذكر أسباب النطق بهذا الحكم قانونا. أحكام وقرارات محاكم الموضوع تتميز بالسرد والتفصيل. قرارات المحكمة العليا قرارات موجزة. رابعا المنطق. إذا كنا في الصفحة 4، ننتقل الصفحة 5. طرق الطعن في الأحكام والقرارات القضائية. سببها هو أن القاضي ليس معصوما، لذلك يتم الطعن لتصحيح الأخطاء. طرق الطعن العادية: 313 قانون الإجراءات المدنية. طرق الطعن العادية هي الاستئناف أو المعارضة. الطعن بالاستئناف. الطعن بالمعارضة. الطعن بالمعارضة: الحكم الغيابي ميعاده 30 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي أو 15 يوم للقرار الاستعجالي غير قابل للطعن بالمعارضة مرة ثانية. طرق الطعن غير العادية: الطعن بالنقد. المادة
358 حددته متعلق بالمحكمة العليا. ميعاده بشهرين من تاريخ التبليغ، ويمدد إلى 3 أشهر، ويمدد إلى شهرين لمن يقيم خارج الوطن. باء اعتراض الغير الخارج عن الخصومة. قد يضر الحكم بشخص خارج عن الخصومة مدته 15 يوم، هذا الاستئناف أو الاعتراض، ويحدد بشهرين متى تم التبليغ. التماس إعادة النظر. شوف عندنا الطعن بالنقد، اعتراض الغير خارج عن الخصومة. جيم التماس إعادة النظر يكون بأسلوب مؤدب دون اعتراض على القضاء، وله سببان هما: إذا بني على شهادة الشهود أو وثائق مزورة. إذا ثبت احتجاز وثائق عمدا مدته 2 شهر من تاريخ ثبوت تزوير شهادة الشاهد أو ثبوت تزوير، ومن تاريخ الاكتشاف الوثيقة المحتجزة.